بعشق وقت العصاري في محطة مصر في قلب اسكندرية، وخصوصا في السوق، سوق باب عمر باشا. بعشق السوق وأيامه وحكاويه ولياليه، وبعشق الناس اللي فيه. وأنا كنت داخل السوق عارف سكتي، دخلت من ورا مستشفى أحمد ماهر. كل اللي بيقابلني بيسلم عليا من البياعين. الرجل كانت هديت في الوقت ده، الزحمة بتبقى الصبح بس في السوق، إنما دلوقتي الناس بتبقى روحت وعملت أكلها واتغدت وريحت لها ساعتين كمان. شاورت العم عبده الفرارجي وهو بيذبح فرخة للزبونة اللي قدامه، وقلت له: أحلى مسا عليك يا عم عبده. رفع عم عبده عينيه ناحيتي وقال لي: أحلى مسا عليك يا زقزوق، عامل إيه يا قلق؟ سبته ومشيت على طول. بقيت أسلم على كل اللي يقابلني. كل اللي في السوق عارفين أنا مين، عارفين مين زقزوق، لحد ما وقفت قدام البيت القديم اللي في قلب السوق، بيت شفيقة اللي تحتيه فرش الخضار اللي بتقف عليه هي وأمها. اطمنت على الهدية اللي معايا، الهدية اللي أنا جايبها لشفيقة. أيوة، أنا جايب لها طرحة إنما إيه، مليانة خرز ومتطرزة، أكيد هتعجبها قوي. كنت بقول كده لنفسي وأنا طالع السلالم، طالع عند شفيقة. وقفت قدام الباب وأنا ببرم في شنبي، وخبطت على الباب. ما فاتش كتير فتحت لي شفيقة. عيني راحت عليها وعلى قوامها اللي عامل زي قالب القشطة، قوامها المفرود الملفوف جوه الجلابية البيتي. برقت بعينيا وانا باكل خصلة شعرها اللي واقعة فوق جبينها الابيض اللي زي فلقة القمر. وشافتني شفيقة، خدودها الحلوة احمرت واتميلت قدامي بدلع، وبصت في الارض وقالت: زقزوق، ازيك يا زقزوق؟ رسمت ابتسامة كبيرة على شفايفي واكلتها بعينيا وقلت لها: ازيك يا بت شفيقة، عاملة ايه؟ وقفت مستغرب وهي واقفة متصدرة في الباب مش عاوزة تعديني. بصيت لها باستغراب، لقيتها بتقولي: مش هينفع تدخل يا زقزوق، امي مش هنا. رفعت حواجبي، بصيت لها بخبث وقلت لها: ايه؟ طب وهو انا غريبة يا شفيقة؟ ومديت ايديا ناولتها الطرحة وقلت لها: خد الهدية دي مني يا عروسة عمري. خطفت شفيقة الطرحة من ايدي وهي هتطير من الفرحة، وقالت لي وهي بتتنطط: دي ليا انا يا زقزوق. زقتها من كتفها الطري عشان اعدي وادخل شقتهم، ولقيتها بتوسع لي السكة. ودخلت قعدت على الكنبة وبصيت لشفيقة وهي واقفة قدامي مكسوفة وحاطة ايديها في وسطها، وميلت عليها وقلت لها: وبعدين يا شفيقة، ما هي هانت وبكرة هخطبك ونبقى أهل وعيلة واحدة. بصت شفيقة بعيد عني، خدودها احمرت أكتر وقالت: امتى بس يا زقزوق؟ هزيت دماغي، اتنهدت وقلت لها: امسك شغل بس وقرشين كده يا شفيقة وساعتها نقربه لبعيد. بصت لي شفيقة باهتمام وقالت لي: هو انت لساك خالي شغل يا زقزوق؟ هزيت دماغي وقلت لها: يا شفيقة، ما انت عارفة شغلة النجارة ما بقتش جايبة همها، لا بتودي ولا بتجيب، يوم شغل وعشرة لا. لقيت شفيقة بتبصلي، بتقرب مني. برقت وهي بتقرب مني أكتر وأكتر بقوامها الملفوف اللي عامل زي قالب الزبدة. اتزلزل كل كياني لما مدت ايديها على الغوايش اللي في دراعها. قلعت شفيقة الغوايش وقالت لي وهي بتقرب مني وبتبصلي بعينيها الواسعة الحلوة: خد دول يا والا. برقت بعينيا ورفعت حواجبي وقلت لها: ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا شفيقة؟ مدت لي شفيقة ايديها بالغوايش وهزت دماغها وقالت: خد دول بيعهم وتعالى اخطبني من امي.
قلبي دق بعنف وانا بقول لها وانا ببص للغوايش اللي مدهم لي بايديها اللي بيضوا تحت النور: ازاي بس يا شفيقة، انت بتقولي ايه؟ طبطبت شفيقة على كتفي بايديها الناعمة بدلع وقالت لي: والدلع هياكل من جسمها حتة؟ خدهم مني ما تكسفنيش يا زقزوق. وبسرعة مديت ايديا، اخدت الغوايش من ايدين شفيقة وحطيتها في جيبي. اكلتها بعناية وانا بقول لها: طب وامك يا بت، امك هتقول ايه لما ما تلاقيش معاكي الغوايش؟ بصت لي بدلع وقالت لي وهي بتقعد جنبي على الكنبة: ملكش دعوة بامي، انا هقول لها الغوايش ضاعت مني. برقت بعناية، اكلت قوامها الملفوف بعناية وانا مبرق وببص لها وهي قاعدة جنبي. وحسيت ايدي بتتحرك غصب عني، عاوز احطها حوالين وسط شفيقة. حسيت بسخونية جسمها الدافي جاية ناحيتي وهي قاعدة جنبي بتتمايل. وفجأة اتنفضنا من مكاننا، قامت شفيقة من جنبي ووقفت قدامي بسرعة. لما سمعنا تكة الباب بيتفتح، وفجأة فتحت أم شفيقة الباب. وقفت أم شفيقة بتبصلنا بصة طويلة وهي مستغربة، ولقيتها بتقولي: زقزوق، هو أنت هنا؟ قمت وقفت في مكاني وقلت لها بإحراج: أيوة خالت أم شفيقة، أنا كنت جايلك ملقتكيش، قلت استناكي ولا مؤاخذة. هزت أم شفيقة دماغها وبصت لي وقالت لي من تحت ضرسها: خطوة عزيزة زقزوق. وفجأة أنقذتني شفيقة، أنقذتني من نظرات أمها لما فردت الطرحة قدام أمها وقالت لها: بصي ياما زقزوق جايب لي طرح. بصت أم شفيقة على الطرح وابتسمت بالعافية وقالت: حلوة. وقربت من أم شفيقة، ميلت عليها وقلت لها وأنا بتحسس الغوايش الدهب بتاعت شفيقة في جيبي: أنا جايلي قرشين يا خالتي وهاجي أخطب شفيقة. لمحت الفرحة بتتنطط في عيون شفيقة. رفعت أم شفيقة حواجبها وقالت: وماله يا زقزوق، لما تجيلك الفلوس يبقى تعال. وسكتت شوية وقالت لي: ألا هو أنت مسكت شغل ولا لسه خالي شغل يا ولا؟ بصيت في الأرض وقلت لها: أديني بشوف يا خالتي، أديني بدور. سكتت أم شفيقة مردتش، وأخدت بعضي ومشيت. سلمت عليهم ونزلت بسرعة، وكنت بقول لنفسي وأنا نازل على السلالم وبتحسس بإيديا غوايش شفيقة: شفيقة دي ايه دي كمان اللي هتجوزها؟ دي تغور بشكل امها ده ولو يتبوزها. ورجعت امد ايدي في جيبي، لمست الغوايش وقلت: بس تسلمي يا شفيقة، تسلمي. بعت الغوايش بتاعت شفيقة بقرشين حلوين، بعتهم للواد مرعي اللي شغال في محل الياس الجواهرجي، هو هيعرف يتصرف فيهم. وقلت له: يا مرعي انت لا تعرفني ولا اعرفك. هز مرعي دماغه وقال: عيب يا صاحبي، سرك في بير. والنهارده دخلت السوق وعلى وشي ابتسامة كبيرة، كنت فرحان قوي. النهارده كان ليا سكة تانية غير سكة شفيقة. نفخت نفس سخن وانا معدي جنب سمعة بتاع الخروب اللي قدام الجمعية الاستهلاكية، وبرقت. وقفت مبرق ومبحلق وانا ببص على نرجس. ايوه، نرجس واقفة على عربية الكشري بتاعتها هي وامها اللي في نص السوق. نرجس وامها نار على عالم زي ما بيقولوا. بسمع عنهم كلام كتير وحكاوي، واسمع ان عربية الكشري بتجيب فلوس كتير قوي. مشيت بهدوء ناحية نرجس، قربت منها وانا باكلها بعناية وهي لابسة جلبيتها المخططة وشعرها سايح على كتافها هربان من الاشرب الصغير اللي ربطاه على دماغها. قربت من نرجس وعيني مش بتنزل من على جسمها الفاير، وقلت لها: ازيك يا نرجس؟ دحرجت عينيها عليا وهي بتعبي المكرونة في طبق وقالت: ازيك يا زقزوق، عاش من شافك. قربت منها اكتر وانا بقول لها: البعيد هيقرب امتى يا نرجس بس، وهترضي عني امتى؟ دحرجت نرجس عينيها بخبث ناحيتي
وقالت: بعيد ايه اللي بعاده يا اخويا؟ هي شفيقة خطيبتك مخصماك ولا ايه؟ رفعت حواجبي باستغراب وقلت لها: خطيبتي؟ خطيبتي مين يا نرجس؟ بصت لي باهتمام وقالت: ليه، هو انت مش ناوي تخطب شفيقة يا زقزوق؟ استغربت قوي من كلامها وقلت لها: اخطب شفيقة؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بقى بذمتك يا نرجس شفيقة دي تتخطب؟ ولا دي ناس تتناسب؟ دي الولية امها عليها تكشيرة تقطع الخميرة من البيت. وضحكت نرجس، ضحكت ضحكة كبيرة مصهللة رنت في السوق كله، ضحكة جننتني وزلزلت كياني. ولقيتني بقرب من نرجس أكتر وأكتر، وأنا هاين عليا أشدها ناحيتي وأعصرها في حضني، وقلت لها: وبعدين يا نرجس القلب وما يريد يا بت. قلت كده وأنا بقرب منها، واتميلت نرجس بقوامها الملفوف وقالت بمياصة: قصدك ايه يا زقزوق؟ بان الاهتمام في عينيا وانا بقرب منها اكتر وبقول لها: يعني رايدك يا بت وعاوزة اتجوزك. ساهمت نرجس، بصت بعيد بعينيها، شردت وقالت وهي بتفكر في كلامي، قالت بتردد: بس البت شفيقة صاحبتي ومتربية معايا، تقول عليا ايه؟ خطفت منها خطيبها؟ شاورت لها بايديا بعصبية وقلت لها: ما تقوليش الكلمة دي تاني، انا مش خاطب حد، وبعدين انا عاوزك انت يا نرجس. اترعشت شفايف نرجس، مديت ايديا لمست ايديها الناعمة، سحبت ايديها بسرعة من ايديا وقالت: طب وهو انت نزلت شغل ولا لسه قاعد عطلان يا زقزوق؟ هزيت دماغي وقلت لها وانا بخبط على جيبي: انا معايا قرشين حلوين يا نرجس، لزوم الجوازة بتاعتنا يعني، وان كان على الشغل انا ممكن انزل معاكوا على عربية الكشري، ما انت هتبقي عروسة ومش فاضية للشغل ولا وجع القلب. اترعشت عينين نرجس، شكلها بتفكر في كلامي، وقالت: مش عارفة امي هتوافق على الكلام ده ولا لا. برقت بعينيا وانا باكل بيهم خدودها الحمراء وقلت لها: سيبي الموضوع ده عليا، انا هكلم امك وخير البر عاجله. وطبطبت على جيبي اللي فيه الفلوس وقلت لها: وطول ما انا معايا الفلوس يبقى ايه اللي يأخرنا؟ وهزت نرجس دماغها، كانت الفرحة مش سايعاها، باينة قوي في عينيها، وانا كمان كنت فرحان قوي. الفلوس دي ليها تأثير السحر على الناس. الولاية ام نرجس كانت هتتجنن لما شافت الفلوس معايا، الفلوس اللي بعت بيها غوايش البت شفيقة، وعلى طول وافقت على كل طلباتي، ما اعترضتش على حاجة. هتجوزني البت نرجس وهعيش معاهم في بيتهم، وهشتغل بعد كده على عربية الكشري، ونرجس هتقعد بقى في البيت. نفخت نفس زي ما يكون طالع من بركان من صدري، وأكلت أوام نرجس الملفوف بعناية وأنا بقول: هانت يا نرجس، هانت. يومين وعدوا وأنا ماشي في قلب السوق رايح لنرجس، قلبي بيرفرف من الفرحة، أصل إحنا اتفقنا إني كاتب كتابي على نرجس يوم الخميس الجاي. كنت ماشي في حالي، اتنفضت في مكاني لما سمعت صوت بينادي عليا. ده صوت أعرفه كويس، ده صوت البت شفيقة. يا ترى عاوزة مني إيه البت دي؟ اتسمرت في مكاني ودحرجت عيني على شفيقة اللي جاية ناحيتي. وقفت شفيقة تترعش قدامي وقالت لي بغضب: كده برضو يا زقزوق؟ بقى يا راجل يا عرة تاخد مني دهبي وتبيعه وتروح تتجوز بيه صاحبتي؟ هزيت دماغي بغضب وقلت لها: دهب ايه اللي خدته منك يا بت؟ هو انا خدت منك حاجة؟ ده ايه تلاقيح الجيتة دي؟ وبرقت شفيقة، الشرر طار من عينيها وهجمت عليا، مسكتني من هدومي وصرخت. الناس كلها بقت بتبص علينا، وقالت وهي بتصرخ بصوت عالي: يا حرامي يا دون، هات دهبي يا اما هوديك اللومان. وبكل عزمي خلصت هدومي من ايديها وزقتها بكل قوتي وانا بقول لها: غوري في داهية يا بت انتي، هو الجواز بالعافية؟ وقعت شفيقة على الارض، الناس جريوا ناحيتها، واحد منهم بصلي وقال لي: ما يصحش كده يا زقزوق.
قلت بصوت عالي عشان الناس كلهم يسمعوني، وبصيت ناحية شفيقة اللي الدموع بانت في عينيها. مش عارف ايه تلاقيح الجتت دي، هو الجواز بالعافية يا بت انتي؟ وبصيت للناس وقلت عشنا وشفنا، البنات عاوزة تغصب الرجالة على الجواز. واخدت بعضي ومشيت، وسايب ورا مني البت شفيقة بتعيط وتولول وسط الناس. النهاردة كانت بكتابي على نرجس، هيصة ومعازيم وزغاريت ونور متعلق على الصفين. أم نرجس بترحب بالناس وبتفرق شربات، وقعدت والفرحة مالية عينيا، وبصيت على عروستي الحلوة نرجس. أخيرا وصلت للي أنا عاوزه، عروسة حلوة وبيت التوى فيه وشغلانة كمان وقرش حلو هيطلع لي من عربية الكشري. بصيت على نرجس اللي قاعدة متزوقة جنبي زي الغزالة الفايرة، ميلت عليها وقلت لها مبسوطة نرجس؟ أهو اليوم اللي مستنيينه جه. ابتسمت لي نرجس ابتسامة كبيرة ولسه هتتكلم، وفجأة برقت وهي بتبص بعيد. برقت في قلق وقلت لها ايه مالك يا نرجس؟ ما ردتش نرجس عليا، فضلت مبرقة ومبحلقة، وبسرعة اتضيرت. بصيت مطرح ما بتبص نرجس وبرقت بعينيا. اتزلزلت، اتهز كل كياني وانا شايف ظابط واتنين عساكر جايين ناحيتي. وقع قلبي في رجلي وانا شايفهم مجرجرين الواد مرعي في ايديهم، والواد مرعي عينه وارمة من كتر الضرب. وقف الظابط قدامي وكل الناس سكتت وهي بتتفرج على الظابط وهو بيشاور لي بعصبية وبيقول لي انت زقزوق. قمت وقفت في مكاني، هزيت دماغي بخوف وقلت له ايوه سيادتك، في حاجة ولا ايه؟ شاور الظابط لمرعي وقال له هو ده اللي باعلك الدهب؟ هز مرعي دماغه وقال بانهيار وهو بيترعش ايوه بيه هو. وغلاوتك يا باشا ما كنت اعرف ان الحاجة مسروقة. لمحت نرجس بتخبط على صدرها بايديها، كانت مصدومة والدموع باينة في عينيها. برقت والظابط بيقول لي في بلاغ من شفيقة السيد بتقول انك سرقت دهبها وبعته. حسيت ان حد ضربني على دماغي، والظابط بيكمل كلامه وبيقول ولقينا الدهب مع الواد مرعي، والواد مرعي ده بيقول انك انت اللي بايع له الدهب بتاعها. هزيت دماغي واترعشت وانا بقول ما حصلش يا باشا، ما حصلش ولا مؤاخذة. شاور الظابط للعسكري وقال له عليا هاتوا عسكري، وبسرعة مسكني العسكري من ايديا. بصيت ناحية نرجس اللي حطت ايديها على دماغها وصوتت بصوت عالي وقالت يا لهوي ياما، عريسي طلع حرامي ياما. قلت لها وانا بتحرك والعسكري بيشدني معاه ما تخافيش يا نرجس، انا راجعلك بسرعة مش هغيب عليكي. كل اللي كان تعبني نظرة الشماتة اللي كنت شايفها في عيون اهل السوق البياعين والسكان. وفجأة ابتدى الناس كلهم يسقفوا بصوت عالي. واحد منهم شاور عليا وقال الحرام اهو، الحرام اهو. وردد ورا منه اهل السوق كلهم بصوت عالي عالي قوي الحرام اهو، الحرام اهو. ومشيت من قدامهم وصوتهم بيلاحقني، بيرن في ودني وبيزلزل كياني. مهما بعدت مش عاوز يسكت. ما كنتش قادر افتح بقي او اتكلم، ما كنتش قادر ارفع عيني ابدا ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.